القضيه ترونات ما بين سعيده شرف ودنيا باطمه، حيت سعيده شرف خرجت في الستوريات ديالها وقالت باللي هي ما دارت حتى شي شكايه لا بدنيا باطمه ولا بالاخت ديال دنيا باطمه اللي هي ابتسام، وانما هي دارتها بالحساب ديال حمزه مومبيبي. كنتكلم على حساب حمزه مومبي، ولكن اقسم بجلال الرحمن ما عمري درت شكايه بفنان، ما عمري درت شكايه بفنانه. كنتحدى هاد الناس اللي دخلوا عندي في الخاص قول لهم يجيبوا لي شكايه درتها باسم فنان وانا مستعد. وان القضاء انصفها وخدا لها حقها، يعني بغات تقول بواحد الطريقه غير مباشره ان الحساب ديال حمزه مومبيبي هو ديال دنيا باطمه واختها ابتسام. وهنا القضيه غادي ترون ديال بصح، حيت دنيا خرجت في لايف وفرشات كلشي، الشيء اللي غادي يخلي كلشي يخرج ويدافع على راسو، من بينهم سعيده شرف والطليق او الزوج السابق ديال دنيا باطمه وكذلك ولد الشينويه. واجي دابا نشرح لك كيفاش بدات هذه القضيه وكيفاش غادي تسالي دقه دقه. ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه وتخلي لنا الراي ديالك في تعليق حيت مهم بالنسبه ليا. القضيه غادي تبدا مني. سعيده شرف خرجت في ستوريات ديالها وقالت انها ما دارتش شكايه بتا شي فنان، وانما هي دارت شكايه بالحساب ديال حمزه مومبيبي بالضبط. ولكن اقسم بجلال الرحمن ما عمري درت شكايه بفنان، ما عمري درت شكايه بفنانه. كنتحدى هاد الناس اللي دخلوا عندي في الخاص قول لهم يجيبوا لي شكايه درتها باسم فنان وانا مستعده لاي حاجه طلبوها مني. اقسم بالله طلبوا مني اي حاجه غنديرها، ولكن جبدوا لي شكايه درتها باسم فنان. انا درت شكايه بحساب حمزه مومبيبي اللي تضريت من خلاله. وهنا سعيده شرف بدات كتمعني ان التحقيقات ديال البوليس وديال القضاء بينات شكون هو مول الحساب ديال حمزه مومبيبي. القضاء كان كفيل انه جبد لنا مجموعه ديال الاسماء، فاللي بغى يتحاسب مع القضاة، والاوامر ملي كتخرج صادره عن محكمه، كتخرج صادره باسم جلاله الملك الله ينصرو، ماشي باسم سعيده شرف. انا متضرره فقط وباقا كنرجع من حساب حمزه مومبيبي. انا ما كنخاطبش فنان وكنخاطب فنانه، الله يصاوب لكل واحد في الاول والاخر. حنا كنبقاو انسان، فالله يصاوب لكل واحد وما كنشمتش. انا قلت لك ملي تحول الانسان من المتهم للمدان انا خديت حقي تماك صافي برت. من بعد ستوريات خرجت دنيا باطمه باش تجاوب سعيده شرف وتوضح كل شيء، وقالت بالدليل ان سعيده شرف دارت شكايه بسميتها وسميت اختها وماشي بالحساب ديال حمزه مومبيبي. غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا يمكنش ليا نكذب الفرقه الوطنيه. هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مومبيبي. لا، هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه واختها. وزاد دنيا اكدت بانها ما عندها حتى شي علاقه مع حساب حمزه مومبيبي، لا هي ولا اختها ابتسام، بحيث انها ما عندهاش حتى المود باس ديال الكونت وما عمرها ما لاحت شي حاجه فيه ولا بوستات شي حاجه في ذاك الكونت. وهذا الشيء اللي اكدته الشرطه القضائيه وكذلك المحكمه الاستئناف وانها بريئه من هذاك الكونت. شي اللي قال القضاء واش حنا غنضربوا في القضاء؟ لا يعقل، يستحيل نضربوا في القضاء. انا غنمشي لختي. بالنسبه للمتهمه ابتسام باطمه بعدم مؤاخذه المتهمه من اجل جنح الدخول الى نظام شهاده الدخول الى نظام هو دخلي في ذاك الحساب ما كايناش. تبرأنا من هذا الشيء، حنا ماشي مالين الحساب وحنا ما كنبثوش فيه تصاور وما كنشوهوش الناس وما كان هذا الشيء كله تبرأنا منه. ماشي حنا حمزه مومبيبي وما عندناش القين السري هذا في الاستئناف. في الاستئنافيه الحمد لله تكتب لينا البراءه ديالنا بنفس هذا الشيء، وضاف انه ما عندناش القين السري، يعني ما كنقدروش ندخلوا لهذا الحساب، حنا ماشي ماليه فحشومه. وهنا دنيا باطمه غادي تبين كذلك السبب علاش نايض هذا الفيلم كامل وتصدع كامل تشويه سمعتي انا كدنيا باطمه، لانه شو غنقول لكم السبب شنو هو. حيت صوتي زوين، تخيلوا، حيت صوتي زوين وحيت جيت في واحد البيريود درت واحد تور في الصحراء، مشيت للعيون ومشيت للداخله ومشيت للطنطان ومشيت للقليمي ومشيت ذنبي هذا خاصني نتعاقب حيت انا صوتي زوين، والدريه مؤامره حيت غنيت في الصحراء وحيت لبست المنحفه وليت كنمثل فوق الخشبه. فينكم من الله سبحانه وتعالى؟ فين غديروا وجهكم؟ فين؟ هنا دنيا باطمه غادي تدوز الراجلها وغادي تفرشوا ديال بصح، بحيث انه هو كان بحال الجاسوس معها في الدار، اي خبر اي حاجه كيخرجها عليها، وهنا حطاته بوجهه انه سند ليا وكيبغيني. شنو غيتضح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري وكيخرج كل اي حاجه كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت. كنت كنوقف غير ناكل شي حاجه كيوقف عليا واحد الموقع نقول اواه كيفاش يعرفوني انا كاينه هنايا. اتضح في الاخر انه كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا سمسر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس، بينما الفلوس وسخ الدنيا. ولكن الغدر فين ممكن انه الانسان يخبع وجهه من الله سبحانه وتعالى؟
راجل دنيا باطمه او الطليق ديالها سمع هذا الشيء كامل وغادي يبقى ساكت؟ من طبيعه الحال لا. ناض جاوبها وقال لها اللي كيوصلوا الخبارات ديالك اللي هما العائله ديالك واولهم اختك وراجلها واللي وصفوه باللوبيا. ليك انت قلتي انه كان اللي كان يقول انه سندي كان اخذ فلوس على ظهرك. اول شيء بقول كان حقك، هذه الرساله لك انت موجهه، واعتقد ان الكل قاعد يسجل الفيديو ذي. انا ساكت عنك ولغايه هاي اللحظه ساكت عنك، وما تكلمت ولا جبت اسمك لا بخير ولا بشر، لا بخير ولا بشر جبت اسمك. اللي تقولين عنه خاين وكان يبيع اخبارك يا بابارازي زين، مو بمحمد ترك، ترى اللي حولك العائله مالتك اولهم اختك. انا اتكلم معاكم، ما دام هي تبي تبطل جره انا راح ابط لكم الجره. اللي تطلع اخبارك طبعا اختك، والناس اللي حولك طبعا الناس اللي حولك انت عرفتهم نصهم لوبيات، مع احترامي الشديد اللي موجودين واسف على هاللغه ذي. اوكي، نصهم جماعتك. انا عمي توفي المستحين على وجهك وما نزلت، ابوي دخل المستشفى وكان راح يموت وما نزلت، بنتي تخرجت وما نزلت. وزاد قال لها بان الدواسه ديالها كاملين عنده وما بغاش يخرجهم، وهو ما بقاش كيحمل يسمع تسميتها وكان صابر عليها 9 سنين. واعطيني واحد في العالم هذا كله يأيدك على اللي قاعد تسوينه. ما تمت قضيه في المغرب ما سويتيها، عيستي لبستي لنا، حطيتي في سيارتي مخدرات، لصقتي لي بنت، ناسك الزباله. طبعا اتكلم انا عن المرافقين، قبيبو، انا اقول اسامي انا ما اخاف من احد، قبيبو وشلته ذلين مونينك كلهم ترى دوسياتهم عندي، وانا ما بتكلم، انا ساكت. قلت الله عفا عما سبق. زين، اما انك انت لهالدرجه ما عندك مخ وتقعدين تصدقين تفاهات، هذا شيء مشكله بينك وبين نفسك. واصلا انا اسمك يجبدوا لي اياه قسم بالله العظيم صارت تجيني الرده، والله وهذا لايف انا متحاسب عليه، ان اسمك هم يجبدوا لي اياه صارت تجيني الرده. 9 سنوات استحملتك بقرفك، بسخافتك، بوساخه قلبك، بثقالة دمك، من عائلتك، من حياتك، من دنيتك، من كل الاشياء اللي تخطر على بال الكفار استحملتهم. ليش؟ علشان غزة والمسكينة ليلى روز. سمعتي؟ وفي الاخر قال لي بالله راه غادي يجيب البنات ديالو يترباو معاه وغادي يحيدهم ليها، وبدا يعاير لها في عائلتها وانه هو دارهم احسن من دارو، وديك التخربيق ديالو هو ما عرفت كيفاش داير. صراحه هاد الحاجه اللي ما عجبتنيش انا، حيت حنا المغاربه خاصنا نكونوا يد في اليد، يعني نداحسوا نتخاصموا نتعايروا بيناتنا، وليني مع البراني خط احمر ما نخليوش يتصر على بنات بلادنا كيف ما بغى يكون. لا بخير ولا بشر. انا اللي يجمعني بنتين انا باخذهم بربيهم في بيئه نظيفه، ام متعلمه دارسه، مو بام جاهله تلبس نظارات وتقعد بس حياتها من الصبح لليل على الانستغرام والواتساب وشنو فلانه دارت، ولا خوات ما يعلم بهم الا رب العالمين، ولا زوج اخت كان انتم عارفين شنو، ولا الربع اللي حولهم لاعبين على ديرتهم، ديره حمد بن سلمان، محمد بن عيسى بن سلمان ال خليفه ملكنا الله يطول لنا بعمره، ديرة العز، يعرفون عاداتهم وتقاليدهم ويفهمون شلون الحياة تمشي، يطلعون من البيئة اللي ما لها أساس أصلا. المغرب بلد عظيم، بلد حضارة، ولكنهم عائلة طبعا لا يمسون للمغرب أبدا في ولا شيء.